تعالى أقولك في رمضان السنة دي هنعمل الكركديه غير الطريقة التقليدية. هنعمل منه مشروب وتحلية ب10 جنيه. هاتي الكركديه وتعالي بينا نشوف هنعمل ايه. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة تعالوا كده نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو الخطير ده هنعمل ايه فيه النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى، مش قادرة أقولك كمية من الانتعاش الرهيب، حاجة كده من اللذاذة. الله بجد، مشروب وفي نفس الوقت تحلية خطيرة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. الله بجد كفاية بقى، خطير. طيب، زي ما انتوا شايفين كده انا معايا ب10 جنيه كركديه اهو. والله يا جماعة ب10 جنيه، حطاهم كده بربطتهم اهو علشان ما تقوليش ب10 جنيه. انا دول جايباهم ب10 جنيه من العطار، تمام. والايام دي يعني اول امبارح تقريبا، اول امبارح ولا اول يعني اليومين دول، مش من سنة ولا حاجة. بصي بقى كمان، هاتي الكركديه الحلو كده اللي مش مفتفت ولا مكسر، لونه بالشكل الجميل ده. طيب، عملت ايه؟ حطيته تحت الحنفية على السريع كده، شطفته شطفة سريعة مش كتير علشان ما ينزلش اللون بتاعه. وهنبتدي نعمله بالطريقة العادية اهو. في الاول هنغليه، تمام كده. كلنا عارفين بنعمل ايه، يعني بنغليه على النار. هنسيبه لحد لما يخرط كويس ويغلي كويس قوي. السنة اللي فاتت عملنا منه العناب. العناب هديكوا فكرة كده سريعة عليه بتعملوه ازاي. بتحطوا كركديه مع تمر هندي. تمر هندي اللي هو بيبقى البذور، مش التمر الهندي الجاهز السكر اللي فيه صبغة، لا، البذور دي يعني اللي انتوا عارفينها، دي بتبقى زي العجينة كده. وبتحط الاتنين مع بعض وبتصفيهم بيبقى عناب، وبتحطي له سكر. طب احنا المرة دي قلنا هنعمل طريقة مختلفة كده غير كل مرة، منعشة منعشة بجد. طيب احنا هنا عاملين كركديه مركز، زي ما انتوا مركز ايه، مركز زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي ان احنا نزوده ميه بايدك بقى كده. احنا هنا حطيت الكركديه اللي بيغلي طبعا وزودته ميه ساقعه بايدك بقى كده، وعودي اعصري فيه، نزلي كل اللون اللي فيه ده. شايفه؟ هنزود تاني، بس تعالوا نشطف الحله لان احيانا بيبقى فيها مهما بتغسلي فيه بيبقى ترسبات كده من الرمل خفيف، خلي بالك. في الاخر كده ما تحطهمش الحبة دول، وتشطفي الحلة كويس. برغم ان احنا شطفناه اهو، برضو نضغط عليه كده كده، تمام قوي خلاص. وصفينا اللون بتاعه كويس قوي خلاص. لحد دلوقتي دي الطريقة العادية اللي احنا عارفينها، وبنحط عليها سكر وبنقدمه كده ساقع. وزي ما قلنا العناب، لو انت عاوزاه عناب بتحطي معاه تمر، بس التمر اللي هو ابو بذر، مش التمر الجاهز ابو صبغة. بعيد وازيد اهو. طب تعالوا بقى طريقة السنة دي هنعمل ايه. هناخد بقى من الكركديه ده 4 كوبايات. انا حطيت حبة كده في الشفشة وحطيتهم في التلاجة، ده العادي. طب ده هنعمل فيه ايه؟ ده اللي احنا هنحط فيه سكر، ده المشروب العادي. التاني حطيته على النار، هقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. طبعا بتحط السكر حسب الرغبة بتاعتك، تمام. تعالوا بقى، ده التاني هيسقع وده هنعمل فيه ايه. تعالي بقى معانا باكو جيلي، باكو واحد بس جيلي. طبعا الكركديه بيغلي اهو، طفينا عليه النار ويا دوب وخدناه وهو بيغلي. خلاص كده. خدي بقى الوصفة دي ليكي بقى وللأولاد، مش بس إنها لذيذة، لا، دي كمية من الكولاجين المقوي والكلام من ده. طب حطيتي ايه الأول قبل ما انسى؟ حطيت 4 معالق جيلاتين، وحطيت سكر، برضو السكر حسب الرغبة. أنا حطيت سكر قليل، تمام كده. نسيبه يبرد بقى تماما. يبقى حطيت جيلاتين، حطيت باكت جيلي فراولة علشان يدينا الطعم اللذيذ ده. تقدري تحطيه هنا في القوالب السيليكون دي، او مش هستخدمها رغم اللي انا عندي، بس هعتبر اللي انا ما عنديش زي اي حد. هنحطه في العلبة اهو، وهشوف هنتعامل معاه ازاي. طبعا احنا سيبناه لما برد، بس مش لما يتلج، يبرد خالص. حطيناه بقى في التلاجة او في الفريزر مجرد مثلا ربع ساعة، بس اللي انت عاوزاه، بس في التلاجة هياخد وقت. بعد كده بنبتدي كده طبعا علشان ده بيبقى لازق. تعالي هنا انا بعمل ايه، بحط حبة مية علشان احط الكيس يلزق زي ما انتوا شايفين كده، عشان نقطع عليه. شايفة القالب الخطير ده؟ قالب، قولي جيلي كولا، قولي حولة حلوى الكاندي، حاجة كده تحفة تحفة تحفة. يعني بجد تروقي على العيال كده بعد ما يصوموا كده، وتديهم حاجة مغذية.
بالاضافه دي حلوه قوي ليكي يا بصي، مش قادره اقول لك كميه الكولاجين اللي فيها للشعر للبشره. لو عندك الم في الركب وفي العظام، مقويه للاولاد، دي حاجه كده اعمليها على طول. انا على فكره على طول والله بعملها ليا، بحطها كده وهوريكم، بحطها في علبة وكل يوم اخد لي ايه قد 3 4 مكعبات. طبعا انا ممكن اكل العلبة من جمالها، بس بقى انتوا عارفين السكر بقى، فباخد حاجة كده بس علشان زي ما قلنا كولاجين طبيعي للبشرة للشعر الألم العظام الكلام من ده. شوفي بقى قطعي، ده غير طعمه والله. واقفين ورايا عمالين يقولوا لي طب هاتي واحدة، طب هاتي الحتة دي، طب عمالة اناولهم، انتوا مش واخدين بالكم على فكرة. بصي عمالين بقى يقولوا لي، اقول لهم طب استنوا اما نخلص، مش قادرين من جمالها. انا قمت كده قلت اقطعها بسرعه يحسن يلحقوا يقطعوا منها ويخلصوها. بصي جمالها عامل ازاي، ولا تقولي جيلي كولا، ولا تقولي بقى الحاجات الغاليه اللي بقت مش عارفه ايه. اعمليها للولاد اهو بكركديه، حاجه مغذيه وجيلاتين مقوي. تقدري بقى تحطيها في العلبة كده، أنا بوريكي بس اقتراحات في العلبة كده، وتدي للولاد منها. حطيها في التلاجة، أو تقدري تجهزيها كده وتسيبيها للوصفة بتاعتنا. أنا خدت هنا إيه، حطيت هنا بقى، ونحط عليه الكركديه. الله على الجمال والروقان بعد الصيام، الله بجد روقي عليهم. العيال صايمة. بس تعالوا كده نشيل الريم بقى، الريم بتاع الكركديه كده، يا خراشي على الجمال. بصي منعش، وفي الصيف منعش، في الشتاء لذيذ. احنا هنا بقى بزود، العيال عمالين يقولوا حطيه كله، انا خلصه من جماله. الله بجد، شايفين الروقان؟ الكركديه ساقع بقى ومتلج كده مع الجيلي ده، فيه الجيلاتين مقوي، وصفة خطيرة. بصي بقى قدميها كده في كاسات، في بولات كده صغيرة. حطي بقى جيلاتين اللي هي الحلوى الجيلي دي مع الكركديه المتلج ده، مش قادرة اقولك كمية الانتعاش. وصفة لذيذة منعشة جميلة قوي قوي قوي، سهلة وبسيطة، ما خدتش وقت ولا مجهود ولا تعب ولا اي حاجة. ب10 جنيه كركديه عملناه. طبعا احتاجنا جيلي وحبة سكر. والجيلاتين على فكرة سعره رخيص، بس عاوزة اقول لك حاجة، هاتي الجيلاتين حلال، واكدي على الراجل، بيبقى فيه كيس كده مكتوب عليه جيلاتين ايه حلال، بيبقى مكتوب على الكيس. انا دايما اقول له ورهوني بعيني. تمام كده. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ويعود عليكم رمضان وانتوا في احسن حال. اللهم بلغكم رمضان وانتوا في احسن حال يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم امين يا رب العالمين. ويرفع عنكم الوباء والغلاء ويسعدكم، اللهم امين. وكل سنه وانتوا طيبين، والسلام عليكم.